بالرياضيات، يعني كيف أنا بدي حصل علامات بأقل وقت ممكن، لأنه نحن بنعرف أنه دائما حربنا بالرياضيات دائما الوقت، يعني نحن الوقت هو أساس كل شيء. يعطيكم العافية أعزائي الطلاب. اليوم أحل لكم مسألة احتمالات، هي تجربة مركبة، والتجارب المركبة بالنسبة لهي الدورة إن شاء الله يمكن يكونوا هامين، فأنا حبيت أحل لكم مسألة خارجة عن الدورات إن شاء الله تستفادوا منها وترتبوا أموركم منها. بدي أذكركم إنه بالمخطط الشجري بالتجارب المركبة عندي مخططين، والفرعين المتتاليين نسميهم مسار، واحتمال ذلك المسار يؤدي إلى جداء الأفرع المؤدية لذلك المسار. يعني دائما أنا إذا بدي احتمال مسار يساوي جداء الفرعين المتتاليين تبعيت هذا المسار. شرفوا لنشتغل مع بعض ونقرأ هالمسألة بشكل دقيق. بالنسبة للمسألة تحتوي على تجربة مركبة، يعني مؤلفة من تجربتين، تجربة ذكر وأنثى، والذكر والأنثى يتعلم اللغة الإنجليزية أو لا يتعلم اللغة الإنجليزية. فهلأ هون شو كاتب لي؟ عم يقول لي في الصف يحوي على 40 طالب، يعني أنا بالأساس عندي 40 طالب من الذكور والإناث، يعني 40 طالب ذكر وأنثى في الصف. قال لدينا 10 طلاب ذكور، يعني أنا عندي 10 طلاب ذكور. يتعلمون اللغة الإنجليزية، يعني انتبه أنا عندي 10 طلاب وبيتعلموا اللغة الإنجليزية، تمام؟ وعندي 5 طلاب من الذكور كمان لا يتعلمونها، يعني فعليا كم ذكر أنا عندي؟ انتبه معي شغلة عشان نعرف نقسمها. أنا عندي 40 طالب، هال40 طالب قال 10 منهم بيتعلموا اللغة الإنجليزية و5 منهم ما بيتعلموها، يعني فعليا نحن قدام كم طالب ذكر؟ نحن قدام 15 طالب ذكر. كتير منيح، معناتها فعليا هون أنا عندي 15 طالب ذكر. هال15 بيتقسم ل10 بيتعلموا و5 لا يتعلموا، يتعلمون هون لا يتعلم اللغة. حلو، طيب تعال نكمل. طيب بدي أسألك سؤال قبل ما أكمل. بذكائك الخارق إذا نحن عنا 40 طالب بالصف طلع منهم 15 ذكر، كم أنثى عنا؟ بذكائك الخارق بيطلعوا 25 أنثى، يعني فعليا هون أنا 15 طالب ذكر في عندي مقابلهم 25 طالب أنثى، صح ولا لا؟ كتير منيح. هلأ بقى تعال نقسمهم، بيتعلموا ولا ما بيتعلموا؟ نجي لهون ويوجد 20 طالبة تتعلم اللغة الإنجليزية. طب أنا عندي 25 طالبة، 20 منهم بيتعلموا. بذكائك الخارق كم وحدة ما بيتعلموا؟ 5. معناتها فعليا هون أنا عندي 20 طالبة يتعلمون اللغة، وهون أنا عندي بالأساس 5 طلاب لا يتعلمون، أو 5 طالبات لا يتعلمون اللغة. حلو هذا الكلام، تمام الأمور. معناتها هلأ صارت جاهزة مسألتي. وطبعا هون ذكر لك 20 طالبة تتعلم اللغة الإنجليزية من أصل 25، يعني رجع ذكر لك إنه هون في عندي أنا 25 طالبة. طيب اللي ما بيتعلموا أنت بدك تطلعهم إنه هن 5، 20 بيتعلموا 5 ما بيتعلموا. طيب قال شو الطلب الأول؟ ارسم شجرة الإمكانيات وحمل فروعها بالاحتمالات والنتائج بعد الترميز للتجربة. انتبه شغلة، تركك أنت ترمز. هلأ بالامتحان الأخير هو برمز لك، أنت لا تشتغل شيء، تمام؟ يعني فعليا أنت ما عليك شيء، أنت بس عليك تشتغل ترمز هلأ، أما بالامتحان هو برمز لك. هي شغلة الثانية، دائما بالتجارب المركبة لو ما قال لك رسوم شجرة الإمكانيات أنت لحالك بدك تشتغل شجرة الإمكانيات بالتجارب المركبة.
التجربة المركبة عندك المخطط الشجري لازم يكون من فرعين أو مؤلف من شجرتين، لأنه هون التجربة مؤلفة من تجربتين. تمام؟ فبنجي لهون تجربة إنه في عندي طالب ذكر وطالب أنثى، وتجربة إنه بيتعلم اللغة ولا ما بيتعلم شو اللغة. فهلأ رح نرسم المخطط الشجري. أنا عندي بالأصل بالصف يا ذكر يا أنثى. تمام؟ نحن اتفقنا الذكر مثلا خلينا نرمز له M، والأنثى خلينا نرمز له F. هي الأنثى. تمام؟ طيب هي ذكر وهي أنثى، بعد منا يا بيتعلموا يا ما بيتعلموا. هلا نحن اللغة الإنجليزية رح نرفض إنه دائما نرمز لها هيك بالبرنامج تبعية الدراسي إنه بحرف الإي إنه إنجليزي. تمام؟ والفرنسي حرف الإف. بس هون نحن شغلتنا إنجليزي. بيتعلمها رح نرمز لها إي، ما بيتعلمها حدث معاكس لها معناتها إي فتحة. معناتها يا بيتعلم هالذكر يا ما بيتعلم، يا إي يا إي فتحة. يعني هي يتعلمها هون لا يتعلمها. هون الإف كمان يا بتتعلم يا ما بتتعلم، يعني يا إي يا إي فتحة. نجي بقى هلا بعد ما نحن رسمنا شجرة الإمكانيات بدنا نحمل الفروع بالاحتمالات. بدي أسألك سؤال بقى. أنا طلاب الذكور كم طالب عندي؟ 15. حلو. من أصل كم طالب؟ 40. معناتها فعليا احتمال أن يطلع ذكر هو 15 من أصل 40. طيب احتمال أنه تطلع أنثى هو عبارة عن 25 من أصل 40. 25 من أصل 40. لاحظ شغلة، لازم يطلع مجموع الفرعين الصادرة من عقدة واحدة قديش مجموعهم؟ واحد. 15 25 بيطلع 40 على 40 وجوابهم شو؟ واحد. طيب منتابع. هلا أنا الذكور عرفت ليش ثابت هذا المخطط؟ هذا المخطط معلم وينك؟ يعني ذهب هذا المخطط. يعني هذا فرضت لك المسألة بأرضها، خصوصا بالتجارب المركبة. أنا بنصحك دائما تعمل مخطط هيك على جنب، تشاور حالك بينك وبين حالك، بعدين ترسم المخطط الشجري عشان يطلع المخطط الشجري 100% صح معك. يعني هي دائما نصيحة أنا بنصحها لطلابي. نجي لهون بعد ما نحن عندنا ذكر وأنثى بيتعلم وما بيتعلم، هي التجربة الثانية. طيب تعال بالذكور الذي يتعلم 10 من أصل كم طالب ذكر؟ 15. مو من أصل 40، لا، يتعلم من أصل الذكور 10 من أصل 15. والذي لا يتعلم 5 من أصل 15. اجمعهم بيطلع 15 على 15 وبيطلع جواب 1. كمان هون الأنثى عندك أنت بتتعلم 20 من أصل 25 أنثى، وعندك الذي لا يتعلمون 5 من أصل 25. وهيك صار المخطط الشجري، يعني الطلب الأول جاهز 100%. وباقي الطلبات إذا أنت كان المخطط الشجري 100% صح، باقي الطلبات ما تخاف منهم، بينحلوا بظرف ثواني معك. نجي للطلب الثاني. قال ما احتمال أن يكون الطالب ذكر؟ دقيقة، ما احتمال أن يكون ذكر. نجي مثلا خلينا نرمز له هذا الحدث، خلينا نفرض له هذا الحدث نرمز له مثلا، وهذا الحدث B، وهذا خلينا نقول C، وهذا D. تعال أقول لك شغلة. مثلا نحن بدنا الحدث اتفقنا. نجي لهون احتمال الحدث شو احتمال الحدث شوف معلم، قال أن يكون الطالب ذكرا. أن يكون الطالب ذكر، طلع قديش لازم يكون؟ 15 من أصل 40. معناتها احتمال الحدث 15 من أصل 40. بدك تختزله فوق على 5 وتحت على 5 ما في مشكلة. تمام؟ نجي لهون بعد منا قال الطلب الثالث. هي الطلب الثاني. الطلب الثالث شو عم يقول لك؟ قال ما احتمال أن يكون الطالب أنثى؟ أحلى، طالب أنثى. نجي لهون ليك 25 من أصل شو؟ 40. يلا يا رب نجي هي احتمال B مثلا، وخلينا نقول 25 من أصل 40. هلا ما تقول لي من وين فرضت انت الاحداث استاذ سميتهم وبي وسي ودي على كيفك؟ لا معلم، هو كمان بيكون فارض لك. مثلا بيقول لك ما احتمال الحدث ان يكون الطالب ذكر. تمام؟ يعني هدول انا فرضتهم هيك من عندي. نجي لهون الطلب الرابع. لاحظ طلبات عم تكرر بسرعه. الطلب الرابع قال ما احتمال ان يكون الطالب ذكر. انتبه، ان يكون الطالب ذكر ويتعلم اللغه الانجليزيه. ذكر وبيتعلم. ذكر هي ام، وانه بيتعلم
هي ذكر وانه بيتعلم، هيك طالب الاحتمال. هلا ذكر ويتعلم مؤلفه من فرعين متتاليين، وكل فرعين متتاليين بالاحتمالات بنسميهم مسار، واحتمال ذلك المسار يساوي جداء الافرع المؤديه الى ذلك المسار. فبيجي لهون معناتها ولنفرض حدث سي ويساوي انا احتمال انه يكون ذكر 15 من اصل 40 ضرب انه بيتعلم يلي هو 10 من اصل 15. فبي احتمال السي يساوي 15 مع 15 طارت 10 من اصل 40، وفيك تختزل بيطلع 1 على 4. نجي للطلب الخامس، هي الطلب الخامس والاخير. قال ما احتمال ان يكون الطالب انثى ولا تتعلم اللغه الانجليزيه؟ نحن بالنسبة له انه بده يكون انثى وما بيتعلم اللغة لا تتعلم اللغة الانجليزية. طب هي انثى وما بتتعلم اللغة الانجليزية، معناتها فعليا اف وعندك اي فتحة، اف واي فتحة. نجي لهون. طيب نجي لهون احتمال مثلا الدي ويساوي، نحن اتفقنا انه بالاحتمالات كل احتمال مؤلف من أكثر من فرعين متتاليين يساوي، يعني مؤلف من مسار، نحن يساوي جداء المسار أو الأفرع المؤدية إلى ذلك المسار أو المؤلف منه المسار. ففعليا هون 25 على 40، هي 25 على 40 ضرب إنه ما بتتعلم 5 على 25، هي 5 على 25، اختصار 25 مع 25 بضل عندك 5 على 40، وفيك تختزله بيطلع 1 على 8. هيك يا جماعة بنكون حلينا مسألة تجربة مركبة، وإن شاء الله بتمنى إنه الفائدة تعم للكل. ودائما ودك تحل تجارب مركبة ارسم مخطط التجربة بمخك أو على ورقة مسودة على طرف، بعدين طبق المخطط الشجري لإلها. كان معكم الأستاذ محمد نور الدين حبيب من منصة انتي ليرن التعليمية، بتمنى لكم كل التوفيق.